كتير مننا سمع عن الفترة اللي أهل مصر كانوا بياكلوا فيها لحوم الكلاب والقطط، وأحيانا كانوا بياكلوا لحوم البشر من شدة الجوع، واللي اتعرفت باسم الشدة المستنصرية. لكن أسبابها إيه؟ وإزاي اتحولت من القوة للضعف بالشكل ده؟ فده اللي هنتكلم فيه مع بعض النهاردة. أنا حكيم الشيخ، ودي حلقة جديدة من ببساطة. في سنة 420 هجريا اتولد المستنصر بالله، وكانت أمه سودانية وأبوه خليفة الظاهر لإعزاز دين الله الخليفة الفاطمي. وكانت مصر وقتها دولة شيعية قوية. ولما وصل سن 8 سنين مات أبوه وبقى هو الخليفة، لكن اللي أدار البلد وحافظ عليها قوية هو الوزير أبو القاسم الجرجرائي، اللي كان شاطر في إدارة البلاد وزيادة ثرواتها. لكن للأسف اتوفى لما الخليفة المستنصر كان سنه 18 سنة، وهنا بقت أم الخليفة الملكة رصد هي الحاكم الفعلي لمصر. في الوقت ده كانت الشام وفلسطين وشمال إفريقيا وصقلية تحت حكم الخليفة، وبعد سقوط الخلافة العباسية ودخول بغداد والحجاز تحت حكم المستنصر بالله وصلت الدولة لعز قوتها واتساعها في عهده. لكن كان في هنا مشكلة، وهو أم الخليفة الملكة اللي بدأت تتدخل في إدارة شؤون البلاد، وخلقت خلافات بين الأمراء وبعضهم، فعزلت الوزراء باستمرار، وده خلق أعداء كتيرة للخليفة. لكن القرار اللي اتاخد واللي غير مصير البلد هو عزلها لحاكم دمشق ناصر الدولة ذي المجدين، اللي كان شايف نفسه يستحق يترقى ويبقى هو الوزير. فطبعا زعل وهاجم مصر ومعاه جيش من الأتراك والبربر، فحارب السودانيين اللي هم أنصار الملك. وفي أثناء هروبهم واتجاههم للصعيد بدأوا يدمروا كل حاجة في طريقهم، وبعد ما خلص منهم رجع على القاهرة وحاصرها بجيشه، ومنع عنها دخول المحاصيل اللي جاله من الدلتا ومن الصعيد. وبسبب الحصار ده والمعارك ما بين الأتراك والسودانيين وعدم وجود مخزون من المحاصيل كافي بسبب رفض الوزير اليازوري تخزين الغلال في مدة وزارته، أدى لارتفاع الأسعار وانتشار الغلا بسبب نقص المحاصيل. ولسوء الحظ صادف معاه انخفاض منسوب مية النيل اللي استمر بعد كده لمدة 7 سنين كاملة، فاتدهورت الأحوال بسرعة وبدأت الدولة في الانهيار. فما كانش فيه حل قدام الخليفة المستنصر إلا إنه يوافق على تعيين ناصر الدولة وزيرا ليه. وبمجرد ما بقى هو الوزير بدأت الأوضاع تتحسن، لكن واحد من أصدقائه اسمه داكوز قتله بمساعدة الأتراك عشان ياخد الوزارة مكانه، وهنا الوضع خرج عن السيطرة وتحول لجحيم. اختفت المحاصيل والحيوانات تماما وما بقاش ليها أي وجود، فما كانش قدام الناس أي حل غير أكل لحوم الكلاب والقطط وورق الشجر، لحد ما بدأت تختفي وبقت تتباع هي كمان. يعني مثلا في وقت من أيام الشدة كان سعر الكلب وقتها وصل 5 دنانير والقطة ب3 دنانير، وكوباية المية الواحدة كانت بدينار، وبيت كامل ثمنه 900 دينار اتباع ب90 دينار بس. وأرداب القمح اللي كان ما يعديش ال15 دينار وصل في البداية لأكتر من 80 دينار. وفي وقت من الأزمة وصلت سعر البيضة الواحدة أكتر من 10 قراريط أرض. كل الكلام ده بيرويه البغدادي والمقريزي عن مصر. والوضع ما وقفش لحد كده، لحد ما بدأوا ياكلوا جثث الحيوانات المرمية في الشوارع، ونتيجة لده بدأ يظهر وباء في نفس الوقت، عبارة عن ميكروب في الهواء بينتشر بسرعة كبيرة وبيسبب الوفاة في وقت قليل، للدرجة اللي كان بيموت في اليوم أكتر من 10,000 إنسان، سواء بقى من الوباء أو من الجوع. وهنا انهار النظام الإداري والاقتصادي للدولة. الخليفة المستنصر اللي كان بيملك أكتر من 8000 بيت بيأجر البيت الواحد في الشهر ب10 دينار، وقصره اللي كان فيه أكتر من 30,000 إنسان ما بين موظفين وجواري وجنود خاصة بيه، وثروته اللي كانت بتقدر بأكتر من 35 مليون دينار ذهب. وعدد حراس قصره بس بيوصلوا لأكتر من 1000 حارس. يعني مثلا موكبه في فتح الحجاز كان ماشي فيه أكتر من 180,000 إنسان ما بين ولاة وأمراء وجنود، وكل دول تابعين ليه. وصل بيه الحال إنه يسكن على الحصير ويبيع الزخارف اللي كانت على قبور أجداده الخلفاء، ويتصدق عليه الأمراء بسبب ضياع ثروته نتيجة الشدة دي اللي أطلق عليها الشدة المستنصرية. فلما ده يبقى وضع الخليفة، يبقى وضع الشعب عامل إزاي؟ في الوقت ده البغدادي بيقول إنه القاهرة كانت أشبه بمدينة أشباح، البيوت فاضية
والمحلات مقفولة من كتر الجثث اللي محطوطة فيها نتيجة امتلاء القبور، وأحياء كاملة أهلها ميتة والجثث مرمية في كل شارع تمشي فيه. يعني مثلا بيقول إنه في طريقه من القاهرة للجيزة وهو ماشي على النيل لقى أكتر من 10 جثث مرمية في الشارع في أقل من ساعة واحدة بس. طبعا الأهالي ما بقتش قادرة تصرف على نفسها فبدأوا يبيعوا أطفالهم. وطبعا القصص في الفترة دي كانت كتيرة جدا. يعني مثلا مرة الوزير خرج من قصره وقرر ان هو يلف البلد بالحصان بتاعه ومعاه حارس واحد بس، وبمجرد ما بقى على باب القصر طلع عليه 3. اول ما شافوا الحصان خطفوه منه وجريوا عشان ياكلوه، وطبعا الحارس بتاعه كان ضعيف من قله الاكل فما قدرش يقاومهم. وقصه تانية ان واحده اشترت قرصه باكتر من 1000 دينار. لكن الافظع هو انتشار في بعض الاحياء اكل البشر، كانوا بينزلوا خطاف كده من فوق البيوت واي حد غريب معدي يصطادوه وياكلوه. المنطقه دي اتسمت بزقاق القتل نتيجه ان كل اللي بيخش فيه ما بيخرجش، ده غير حوادث الخطف اللي كانت بتحصل للاطفال بغرض اكلها. وطبعا الفتره دي فيها قصص كتيره جدا مش هنقدر نقولها لفظاعتها، لكن رواها البغدادي والمقريزي ومعظمها حقائق مثبته هنسيبها في المصادر. عدد سكان القاهرة قبل بداية الأزمة دي كان أكتر من نص مليون، مات أكتر من ثلثهم في الشدة دي. فالخليفة المستنصر ملاش قدامه أي حل غير في جيش وقائد قوي يقدر يفرض سيطرته على البلد، فقدر إن هو يبعت رسالة في السر لوالي عكا بدر الدين الجمالي اللي كان تحت طاعته ووصايته، ووصف له فيها الوضع وطلب منه يجي يصلح الأوضاع. فوافق بس بشرط إنه يجي بجيشه من الشام وما يعينش معاه أي حد من أتباع الخليفة. وبالفعل وصل بدر الدين الجمالي مصر سنة 1074 ميلاديا ودخل القاهرة. وأول ما جه رتب عزومة لجميع القادة الأتراك احتفالا بوصوله. فبعد الحفلة كلف كل قائد من جيشه معاه مجموعة من الجنود يوصلوا أمير من الأتراك وقدام بيته يقتله وياخد ممتلكاته. وبمجرد ما طلع الصبح كان بدر الدين قضى على الأتراك ما عدا 2 هربوا على اسكندرية ودمياط بجيوشهم، راح وراهم وقضى عليهم وخد ممتلكاتهم. ولما وصل الخبر لأهل الحجاز خافوا من قوة بدر الدين وأعلنوا عودتهم للحكم الفاطمي تاني والخروج من الحكم العباسي. بعدها نزل بدر الدين بجيشه على الصعيد وقضى على السودانيين تماما، وبعدها رجع القاهرة. لكن ده هو الإنجاز الحقيقي، إنه قدر يوفر المحاصيل ويقضي على الاحتكار وينزل الأسعار من تاني، وتصادف معاه في نفس الوقت بداية سريان النيل وعودته لما كانت عليه. فبدأت النهضة الفعلية وبنى سور كبير حوالين القاهرة لحمايتها. كمان بنى باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح وحي الجمالية اللي اتنسب باسمه وجوامع ومباني كتيرة جدا. فكان محبوب جدا من أهل مصر لحد ما يشاء ربنا إنه يموت في نفس السنة اللي مات فيها الخليفة المستنصر. وبكده تنتهي واحدة من أسوأ الفترات اللي في تاريخ مصر. 7 سنين فعليا كانوا كفيلين إن هم يمحوا البلد من الوجود تماما، لكن يشاء ربنا إنها ترجع تاني أقوى من الأول. بس السؤال هنا، هل عمرك كنت تتخيل إنه الجوع والفقر ممكن يوصلوا الإنسان للمرحلة دي؟ إنه يبيع أغلى ما يملك وأعز الناس عليه ويتحول لكائن مفترس ممكن يقتل كل إنسان حواليه؟ يا ريت تكتب لنا رأيك في التعليقات، ولو عايز تضيف لنا أي معلومة أو أي تعليق عن الشدة ديت هنتابعها برضو في التعليقات. لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك معانا في القناة عشان تتابع كل جديد. الخليفة الظاهر لأعذار دين الله الخليفة الفاطمي.